تعالي يا قمر انتي وهي، هاتي المانجايتين اللي عندك وباكيت جيلي مانجا، وتعالي نعمل حالة سهلة وسريعة للولاد ترطب على قلبهم في الحر اللي احنا فيه ده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا النهاردة. نجيب المانجا نقطعها وننزل كل اللي فيها. تمام. وبعد كده هندوب الجيلي في كوباية مية سخنة، وبعدين بنحط عليه كوبايه ميه ساقعه. تمام. وبعدين نحط المانجا على الجيلي ونقلب ونعبي كله في البولات. تمام كده خلاص عملنا المانجا. تمام. هنيجي للجيلي، نفضي الباكت بتاع الجيلي وهحط عليه كوبايه ميه سخنه. تمام. هندوب الجيلي كويس، وبعد كده ننزل عليه بكوبايه ميه ساقعه متلجه عشان يبرد في ساعتها. تمام. ننزل عليه بكوبايه ميه ساقعه تلج ونقلبه كويس. وبعد كده هننزل عليه المانجا اللي احنا عملناها. ونقلب كله في بعضه، وبعد كده نعبيه في البولات وندخله التلاجة لمدة ساعتين او ساعة كفاية عليه. هيبقى جميل. تطلعيه بعد كده هيكون مسك وجمد، وتاكلوه بألف هنا وشفا. كده هنعبيها في البولات. تمام. وبكده خلاص عبيناهم، هنحطهم في التلاجة لمدة ساعة. تمام. لحد ما يجمدوا، وبعد كده نطلعهم ونقدمهم. وبكده طلعت من التلاجة اهي، جمدت ومسكت نفسها. الجيلي بقى جميل والطعم طبعا جميل، مانجا طبيعي. واو تحفة، جميل 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 جميل. اتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم، ومستنية تقولولي بتتابعوني من اي بلد، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تفعلوا لنا الجرس وتشتركوا في القناة. كنتم مع رحاب حسين.